عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. إذا أول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي أنا رزاز أم محمد، أهلا ومرحبا بكم في قناتي. فيديو اليوم إن شاء الله هوريكم طريقة عمل الحنة السودانية السوداء في البيت بطريقة بسيطة وجميلة جدا جدا. أول حاجة بنحتاج للحنة بتاعتنا، أنا مستخدمة هنا حنة بتاعت تانشون او صبغة شعر تانشون زي ما انتم شايفين في الفيديو. بتستخدم شنو؟ بتحليها وبتستخدميها مع الماء. طبعا في الاصلية وفي الماء الاصلية وفيها درجات وفيها الوان. اللون اللي انا عندي له ده لون اسود ودرجة اولى. الثلاثة الحنة الثلاثة ديل اصليات وحنة سمحة شديد. ممكن تستخدميها كحنة للشعر، وممكن برضو تستخدميها لصبغ الحواجب، وممكن ترسمي بها رسم او نقش سوداني او خليجي او اي نوع بتاع رسم انت حابة. نشوف الطريقة بتاعتنا. الحنة بتاعتي بتجي في كرتونة. هنشوف المحتويات بتاعت الكرتونة. بتحتوي لي لشنو زي ما انتم شايفين. اول حاجة عندنا هنا جلوفزات، بتجي 2 جلوفزات او جوينتات. بتجي البودرة بتاعت الحنة، شايفينها دي البودرة بتاعت الحنة بتجي كده، وبيجي معاها الشامبو بتاع الحنة زي ما انتم شايفين. دي المحتويات بتاعتي حقت الحنة. دي البودرة بتاعت الحنة، وبيجي معاها الغطا ده. الغطا بتعبري بيه الموية، شايفين؟ بتعبري بيه الموية بالسوداني، يعني بتقيسي بيه الكمية بتاعت الموية اللي انت بتستخدميها. والفتيل بتاع الحنة بيجي مقفول ومقسطر، شايفين؟ عشان ما تتأكدي انه. وممكن تاني الحنة دي مثلا استخدمتيها الليلة، ممكن تاني تقفليها كويس وترجعي تستخدميها. انا مضفرة ضفريني، شايفين؟ بتتفتح معاك بكل سهولة. دي الكيس اللي بيجي مقسطر، وبعد ذاك الحنة بتجي فيها غطاية. الغطاية دي بتقيسي بيها او بتعبري بيها الحنة بتاعتك الكمية. وبرضه بتجي تاني مقفولة هنا، بيكون فيها غطا بلاستيك. عشان شنو؟ عشان انت تكفي يحفظ لك الحنة بتاعتك، بتقعد معاك سنة وسنتين وبتكون جديدة وما بتحصل لها اي حاجة. شايفين الحنة بتعرفيها اصلية، اول حاجة لونها بيكون رمادي، وتاني حاجة بتتحرك معاكي في الفتيل. شايفين كده؟ ما بتكون ظاهرة، بس كده بتكون ظاهرة لكم. اوريكم الطريقة بتاعتي اللي انا بستخدمها. بجيب الجلوفز. الطريقة دي سهلة جدا، هن بيجوا جلوفزين، انا باخد واحد بس. شايفين؟ وبفتح الجلوفز بتاعي عشان شنو؟ عشان ما اوسخ يديني وما اوسخ مثلا ممكن عادي تعجني في فنجان او تعجني في كوباية او في اي حاجة، بس انا هعجن في الكيس. سريعة وسهلة. شايفين؟ هتكبي الكمية بتاعتك اللي انت عايزاه. مثلا انا كبيت نص الفتيل بتاع الحنة كده، انا كبيت نص الفتيل بتاع الحنة ده النص، والنص التاني هي. شايفين؟ ممكن تقيسي بيها، تكبيها هنا نص الفتيل بتاع الحنة، والنص التاني تحفظيه. هترجعي تاني تكفليه بنفس الطريقة، تكفليه كده وتكفليه كده، وبيقعد معاكي فترة من الزمن ما بتحصل له اي حاجة. دي انا بعبر بيها الموية او بقيس بيها الموية. ما كبينا الحنة بتاعتنا، هنيجي نفتح الكيس بتاع الحنة وهنجيب الكوباية بتاعتنا او الطبخة بتاعت الحنة ذاتها بتكون موجودة فيها. بتضيفي الموية كمية بسيطة، ترجعي بتعجني الحنة بتاعتك. دي اسهل طريقة انا بشوفها. واول حاجة ايدينك ما بتتوسخ وما بتوسخي حاجة تاني، ما بتحتاجي انك تاني بعد ما تعجني الحنة ترجعي تغسلي الحاجات اللي انت عجنتي بيهم. كيفين؟ تضيفي الموية شوية شوية. نص الكوباية دي بتعجن لك الحنة بمقدار نص الفتيل بتاع الحنة ده كوباية بتاعت موية. فاحنا لسه
استخدمنا النص بتاعها ولسه الحنة بتاعتي ما اتعجنت كويس. بتعجني بتضيفي المويه وبتعجني، بتضيفي المويه وبتعجني لحد ما تتعجن معاك كويس زي ما انتم شايفين. بالطريقه دي شايفين كده. المويه ما تضيفيها كلها، ضيفيها بالتدريج كده عشان تتحكمي في العجنه بتاعتك. شايفين كده كوبايه بالضبط عجنت لي نص الفتيل بتاع الحنة. شايفين قوامها جميل جدا جدا. كده بقت جاهزة. هنربط الكيس بتاعنا. شايفين هنربط الكيس وبعد ذاك هفضيها في القمع بتاع الحنة. بعد ما خلاص خلصنا العجن بتاع الحنة، بترجع الحنة شوية تربطيها هنا كويس. بترجع الحنة وبتفتحي الكيس من هنا. والقمع بتاعك بتاع الحنة بيكون جاهز. بتجي بتخدي الحنة من فوق بتنزليها في القمع بتاع الحنة. شايفين بتنزل معاك، ما بتكوني وسختي يدينك ولا بتحصل لك اي حاجه. شايفين. وبعد ذاك بنجي بنضرب الكيس لتحت. بتعمل يدينك كده عشان الحنه تنزل في الكيس. وتاني حاجه اي هواء موجود في الحنه بيطلع معاكي وما بيكلكع معاك بعدينك لما تيجي ترسمي. شايفين تمسكي كيس الحنه من فوق وبتحطي الحنة بين أصابعينك وبتضربيه لتحت. الطريقة دي جميلة جدا جدا، بتطلع لك كل الفقاقيع بتاعت الهواء اتدخلت مع الحنة كده. كده بعد ذاك بتجي بتسوي الحنة بتاعتك. بتجي بتجيب الكيس بتاع الحنة واحد بيال والتاني بي هنا، وبتجي تقفليها تبرمي كده. تبرميها لتحت كده. الحنة بتاعتك بقت جاهزة. بتجيب البلاستر او الصاج. شايفين ده الصاج بتاعنا بنجيبه كده وبتبدأ تلصق الحنة. شايفين داير ما يدور. داير ما يدور كده. بتضمني 100% انه الحنة ما بتطلع لك وما بتوسخ لك ايدينك خالص كده. وعلى الضمان الاكتر بتجيب اللصاق تاني من هنا من فوق وبتقفلي. شايفين كده تقفلي الكيس بتاعك. شايفين كده الحنة بتاعتنا بقت جاهزة. القمع بقى جاهز. يعني ترسمي تتحنني تعملي اي شكل بتاع حنة انت بتحبيه. شايفين بالطريقة دي. ده الفيديو بتاعنا حق اليوم بيكون انتهى. بتمنى الفيديو ينال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل فيديو جديد بنزله. لحد ما التقيكم في فيديو قادم اترككم في رعاية الله.